تحديث جديد من اليوتيوب ما انصحكش انك تستخدمه. بس قبل ما اقولك ليه، تعالى الاول اشرح لك التحديث ده عبارة عن ايه وبيتعمل ازاي. التحديث ده ليه علاقة بالتعليقات. اليوتيوب دلوقتي بقى مديك الحرية انك تمنع اي حد مش مشترك في القناة انه يسيب لك تعليق. لما تيجي تخش على اي فيديو عندك في القناة وتيجي تنزل تحت خالص بالمنظر ده، هتلاقي في الاخر خالص حاجة اسمها هو كان كومنت. هي معمولة بوضع افتراضي اي حد يقدر يخش يسيب لك كومنت، لكن دلوقتي اليوتيوب بقى يقدر يخيرك هل عايز اي حد يديك كومنت عادي ولا لازم يبقى مشترك في القناة بتاعتك الاول. لو جينا اخترنا ان لازم يكون المشاهد مشترك في القناة الاول بالمنظر ده وسيفنا، نيجي بقى نشوف الفيديو من على اي قناة تانية. بص في التعليقات تحت ما بقاش في خانة التعليقات، لازم حضرتك الاول تعمل سبسكرايب وتخش تقدر تعمل تعليقات زي ما انت عايز. ومش بس كده، ده الانيل كمان انه بقى يديلك اختيارات. انت عاوز الشخص ده يقدر يعمل تعليق على طول بمجرد ان هو اشترك في القناة، ولا لازم يبقى مشترك لمدة ساعة على الاقل، ولا ممكن يوم، ولا لازم يبقى مشترك على الاقل لمدة اسبوع عشان يقدر يسيب لك تعليق. يعني هنا لو جينا اخترناها لمدة اسبوع وجينا على القناة التانية عشان نعمل تعليق، حتى بعد ما اشتركنا لازم نفضل مشتركين لمدة اسبوع كامل عشان نقدر بس نسيب كومنت. تعالوا بقى عشان اقول لكم رأيي في التحديث ده ايه. اليوتيوب بيحاول بطريقة او باخرى ان هو يغير شكل المنصة تماما، وانت كصانع محتوى لازم يكون عندك الشخصية والهوية الخاصة بيك. مش اي تحديث جديد ينزله اليوتيوب تروح تجري عليه على اساس ان هو هيحسن من شكل القناة وهيساعد ان المشاهدات تزيد وان القناة تنجح بسرعة. وده لكذا سبب. حضرتك لو استخدمت الميزة دي على اساس انك تمنع اي شخص داخل ينتقدك لانه بقى مجبر ان هو يعمل لك اشتراك، فانت الخسران. لان النقد، وانا هنا بتكلم عن النقد البناء، النقد ده بيساعدك انك تطور من محتواك، يساعدك انك تحسن من نفسك، لان اللي داخل ده عايز يشوف حاجة احسن من كده فبينتقدك، فانت المفروض تستفيد من الانتقاد ده. تاني حاجة، التعليقات سواء بمدح او بانتقاد ده بيساعدك انت لانه بيزود التفاعل على الفيديو فيساعد ان الفيديو ينجح وينتشر اكتر. فحضرتك لما تيجي تقفل الكومنتات بالمنظر ده حضرتك انت اللي خسران. تاني حاجة، المشاهد لو عجبه المحتوى بتاعك، في بعض المشاهدين بيحبوا يشتركوا في القناة من بعد تاني او تالت فيديو، مش مجرد اول فيديو فيشترك على طول، هو مجرد يتفاعل معاك ويديك لايك ويسيب لك كومنت ومن تاني فيديو لو عجبه ساعتها يشترك. لكن لما يلاقي ان هو بقى مجبر انه يعمل لك اشتراك الاول عشان مجرد يسيب لك تعليق، ممكن يسيب القناة بتاعتك وما يتفرجش عليك تاني. تالت حاجة، اياك تستفز المشاهد. المشاهد داخل على اليوتيوب وهو حابب فكرة الحرية، صانع المحتوى يقدر ينزل اللي هو عايزه والمشاهد يقدر يتفرج على اللي هو عايزه، اللي يعجبه يدعمه واللي ما يعجبوش بينتقده. هي دي سياسة اليوتيوب بقالها سنين، والمشاهد وصانع المحتوى داخلين وهم عارفين كده. لكن فجأة لما المشاهد يحس ان هو بقى مجبر انه يعمل اشتراك لمجرد انه يسيب رأيه في الكومنتس بالمنظر ده، انت بتأيده بتستفزه. وما افتكرش ابدا ان دي طريقة سليمة للنجاح. ده رأيي في التحديث الجديد بما يرضي الله، وانتوا برضو قولوا لي رأيكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.